السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنقضي يومنا مع بعض. الفيديو ده فيديو مشتريات، جبت شويه حاجات في البيت، وطبعا هتلاقوا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات معظم الفيديوهات دلوقتي على القنوات اللي شبه قناتي كده بنتكلم في نفس الحاجات. رمضان، مشتريات رمضان، زينة رمضان، تفريزات رمضان. بما اننا في الشتاء، وللناس المعترضة احنا دايما بنفرز الخضار والفاكهة في الموسم بتاعها، علشان بعد كده لما مش بنلاقيها او بتكون دلوقتي بسعر ارخص شوية. خضار الشتاء وفاكهة الشتاء حلوة جدا جدا، فاستغلي الفرصة. لو الحاجة رخيصة هاتيها وفرزيها، حتى لو ما فيش عندك ديب فريزر. انا ما فيش عندي ديب فريزر، بس بجيب حاجات بسيطة كده تساعدني ان شاء الله في الفترة الجاية. طبعا قلت اصبح عليكم من المكان الحلو ده، الجو كان رائع، السما بتمطر ورعد وبرق وحاجات كده، فخدت لقطة كده وبعدين دخلت. المهم كنت بره، جبت شوية مشتريات ورجعت. في حاجات هتبقى اسعارها اقتصادية، وفي حاجات لا هي غالية، وانا هقول لكم انا جايباها ليه. المهم في الاول كده كانت فرجت جالي جبنه انا مش شارياها. كانت حماتي بعتها لي. حماتي بتجيب الجبنه بالسنه، يعني بتخزن جبنه عشان تبقى تتخزن، فتبقى جبنه قديمه. فوهي لسه جديده كده، فانا اخدت كام قطعه يعني. دي احنا مش بنجيب الجبن المعلبه، قلت لكم قبل كده بنجيب الجبنه الطبيعيه اللي بتبقى لبن طبيعي. الجبن المعلبه اللي معموله من زيت نباتي او نباتي الدهن دي احنا مش بندخلها البيت. فسعر كيلو الجبنه دلوقتي وقت الفيديو ده كان 90 جنيه، معرفش بعد كده بقى بكام. بس طبعا احسن بكتير برضو واوفر من ان انت تشتري جبن المعلبه. حاولي تفكري وتحطي في اعتبارك ان انتي اولادك وجوزك ونفسك قبلهم امانة. اي حاجة بتدخليها معدتك امانة، هتتسألي عن صحتك. ما تاكلوش حاجة فيها زيت نخيل او معمولة من زيوت نباتية. عارفة ان الحاجات اللي معمولة من من دهون حيوانية بتكون غالية، ولكن ممكن نجيب كميات قليلة قوي قوي من حاجات تكون صحية، بدل ما نجيب كميات كبيرة من حاجات مش صحية. بعد كده حطيت الجبنة في مكانها، وكان عدى واحد كده من تحت البيت، وأول مرة في حياتي أبقى أعمل زي ستات البيوت بقى، وأنزل السبت لعم الحاج اللي ماشي تحت البيت وأقول له هات لي قرنبيطاية يا رب كنت فرحانة فرحة. أنا حسيت إن أنا بقيت ست بيت بجد بقى. خلاص شوف، أنا بنزل السوق وبشتري، محدش يضحك عليا. بس كان إحساس عجيب، اللي هو قعدت بسبس له كده شوية حلوين، أنا مش عارفة نادي في الشارع، وفين وفين على ما حط لي القرنبيطاية. المهم سعر القرنبيطة كان 20 جنيه، وفي أكبر منها ب25، وفي أصغر منها ب15. اللي أنا جايباها ب20. وجبت كمان الخضرة دي، كان عندي خضرة في التلاجة، كانت شبت وكزبرة، بس كانت نسبة الشبت كبيرة قوي، فأنا قلت له يعني يزود لي بقى الكزبرة. غسلتها كويس جدا، وبعدها صفيتها، وبعدين حطيتها في مية تاني، وحطيت عليها شوية خل، وسبتها تتنقع شوية على ما أعمل القرنبيطة. بعد ما غسلت الخضرة كويس جدا، بصوا خضرة الشتاء ريحتها، انا بجد كان نفسي الفيديوهات تبقى بتطلع ريحتها حلوه وكتيره كده وطبعا الخضره جالها وقت قبل كده واتجننت، وكان سعرها زاد قوي، فاحنا نقدر ممكن نجففها لو عايزه تجففيها زي النعناع المجفف. انا بجففها في الميكرويف. وممكن تعمليها وتفرزيها، تقطعيها وتفرزيها. وبعدين القرنبيطه قسمتها على نصين، نص هعمله مخلل، ومخلل القرنبيط مفيش فيه اي افتكاسه. انا قطعت القرنبيط الزهرات الصغنططه دي، حطيتها وحطيت عليها ميه متفلتره وملح ومعلقه هريسه شطه، ولا حطيت على الوش زيت ولا اي حاجه. دي تجربتي الاولى، وربنا يستر وان شاء الله هتنجح وهقول لكم. هنا بقى كنت حطيت الخضرة بتاعتي علشان تنشف، لازم تتصفى كويس قبل ما اقطعها. وحطيت المخللات في مكانها. انا كده عندي مخلل جزر وزيتون وقرنبيط. احنا بنقول عليه قرنبيط، وهو اسمه في لغتي العربية قرنبيط، ومعرفش بقى المحافظات التانية كل واحد بيقولها بطريقته. المهم بعد كده قلت اوريكم بقى المشتريات. لما انا كنت بره، كنت نازله زي اي ست بيت شاطره، كنت رايحه اشتري هدوم الشتاء لجوزي. في تخفيضات دلوقتي فاشتروا. والله يا ولاد هصور، يعني انا مصوره الهدوم والحاجات اللي اشتريتها لنفسي، بس مش الفيديوهات مش مترتبه. وكمان يعني ندخل في الموضوع هوريكم كل حاجه جبتها، ما تقلقوش، بس مش في الفيديو ده. المهم جبت فلفل احمر، معاه فلفلايه واحده كده. المهم فلفل الوان، يعني التلاتة دول كانوا عاملين 29 جنيه وربع، لان الكيلو في الفلفل الالوان ب50 جنيه. جبت كمان الكريسبي ده،
اللي هو زي البقسماط اللي بنعمل بيها عادي الحاجات اسمه ايه، البانيه والحاجات دي، زي الفيجيتار كده، بس دي ماركة شيفي. جبت واحد عادي وواحد حار، سعرهم كان تقريبا اللهم صل على سيدنا محمد، الواحد ب12 جنيه. استنوا ندور على الفاتورة، عايزه اقول لكم سايبه الفاتورة جنبي بقالها كذا يوم علشان اعرف اوريكم. فجبت الاتنين، طبعا ما جربتش لسه فمش عارفه حلو ولا مش حلو، بس انا جايبه الحاجات دي من هايبر او سوبر ماركت القواس اللي في دمياط الجديده، الفرع اللي جنب بنك مصر. جبت كمان العيش ده وعجبني جدا جدا جدا، عملت بيه حواوشي فكان حلو قوي. المهم جبته العيش، كانوا 4 أرغفة سعره 6 جنيه. هو عيش بالردة كده ومن جوه طعمه لذيذ. هنا كنت مطلعه من الحواوشي اللي كنت عاملاه في الفريزر، قلت ده هيكون الغدا بتاعي النهارده علشان ما طبختش حاجه وكنت عايزه حاجه سريعه كده. جبت كمان بقسماط. طبعا هتلاقوني بدات ادخل في نظامي الغذائي حاجات محرمه دوليا انا ما باكلش الحاجات دي، بس طبيعي بقى رمضان وانا اكيد مش هاكل لوحدي، فلازم اعمل حساب الناس اللي عايشين معايا. فهنعمل حاجات ان شاء الله مقليات، وهم وضميرهم بقى ياكلوا هم المقليات وانا هبقى هاكل ان شاء الله معاهم ونرجع نبقلص تاني وعادي يعني. المهم جبت كمان الرز البسمتي ده، استنوا اقول لكم. خلطه البانيه ب 12، فين البقسماط؟ البقسماط ب22. جبت بقى الصدمة الكبرى، جبت كيس من الرز البسمتي، النوع ده اسمه تاج محل هندي. ده كيلو، وطبعا طريقة الطبخ مكتوبة على العبوة وسعره في متناول تجار الآثار. هنبيع كليتنا بعد كده عشان نجيب المشتريات البيت. راح فين السعر يا ولاد؟ اللهم صل على سيدنا محمد. تاج محل رز بسمتي 1 كيلو ب135 جنيه. اللهم صل على النبي، كيلو الرز ب135 جنيه. في بقى عنده رز سايب ب100 جنيه، وفي ناس بتبيع رز بسمتي في عند العطار وبتاع البقوليات ب75 جنيه. انا جبت بقى اغلى واحد ابو 135 جنيه، هجربه واقول لكم رايي فيه. وجبت زبدة مزارع دينا، من احلى انواع الزبدة اللي كلتها في حياتي انا، وانا بقطعها كنت قعدت اكل فيها كده، طعمها تحفة. لبن طبيعي طبعا، وهقول لكم سعرها سريعا. اللهم صل على سيدنا محمد. سعر الكيلو ب430 جنيه، والقطعة اللي انا جايباها دي ب285 جنيه. زبدة المراعي يا ولاد عدت ال1000 جنيه، فانا كنت هجيبها بس ما جبتهاش. بعد كده جبت صوص الرانش ده، واول مرة اجربه، معرفش اصلا هو عبارة عن ايه. انا اكلته بره قبل كده بس يعني قلت بقى ايه، اتفزلك واجيب اي صوصات كده عشان هنعمل بيتزا وهنعمل مش عارفه ايه، عايزه اطبخ بقى للراجل فالحاج لما يجي لازم ناكله. فصوص الرانش ده، اللهم صل على سيدنا محمد، انا الحاجات بتطير مني ليه، هجيب لكم الفاتوره في ايدي وانا باصه في الفاتوره وناسيه الفيديو. المهم هقول لكم دلوقتي سعره كام. جبت الطاهيه اللي هو حبوب الذره دي، كنت بجيبها ب30 جنيه، واللهم صل على النبي بقت ب60 جنيه. جبت كمان شانا اللي هو اللي اسمه ايه، هريسة الشطة، سعرها 20 جنيه. واتهورت وجبت حليب، علشان انا ممنوعة منعا باتا اني اشرب لبن عادي اللي هو لبن الجاموسي واللبن البقري والحاجات دي صحيا. فضحيت بنفسي وبصحتي وبسعادتي وقررت اشتري حليب شوفان، وطعمه اللهم لا اعتراض يا رب. يعني الانسان يشتري حليب وهو غالي اصلا، سعره 77 جنيه، ومدة صلاحيته 5 ايام من فتح العبوة. في هذه اللحظة وانا بسجل لكم على الفيديو انا دقته، طعمه عجيب طعمه لوحده كده، استغفر الله العظيم يا رب، ماله اللبن الجاموسي اللي بنشربه. فالحمد لله، الحمد لله. دي كانت المشتريات بتاعتي. وصوص الرانش عشان نسيت اقول لكم سعره 46 جنيه و50 قرش. كنت جبت شوية حاجات كانوا في شنطة تانية يعني. جبت دانون ده. طيب اللي عارف اذا كانت مقاطعه ولا لا يقول لي، عشان انا ما اعرفش. انا جبت زبادي دانون، وجبت، انا كنت عايزه اجيب اكتيفيا بس ما لقيتش، وجبت حليب رايب اكتيفيا، وبرده لاغراض صحيه بحته، لان انا مضطره، والله مضطره اسفه ان اكل الزبادي واشرب الحليب الرايب. بس انا ما بحبهمش، بس سعرهم مش عارفه. جبت بقى علبه المشروم دي، وانتوا اللي متابعني عارف ان انا بقالي كام شهر ما بجيبش غير نفس النوع، لسببين: اولا لان هي طعمها حلو جدا، ثانيا عشان بحب البرطمانات بتاعتهم، بعمل فيها مخلل وبحط فيها صلصة طماطم. بصوا البرطمانات بتاعتهم شكلها تحفة وحلوة جدا يعني. فدول 530 جرام. الماركة اسمها شومان فود، صيني، وهو عشان مستورد فغالي. كنت بجيبه ب75 جنيه، النهاردة جايباه ب85 جنيه. ولحقت العبوة دي، وانا عندي عبوة تانية اصلا، بس انا بحب المشروم علشان لما ابقى هاكل حاجات ما فيش فيها بروتين كتير، يعني مش فراخ وحاجات من دي، فبجيبها.
المهم جبت كمان 2 فول، وهنصحكم اهو من قلب هذا المكان انه يا جماعه هاتوا الفول ودمسوه انتوا في البيت، محدش يعمل زيي. طب انت ليه عملتيش كده؟ لعده اسباب. اولا احنا ما بناكلش فول كتير، صاحبتكم اللهم صل على النبي ممنوعه من البقوليات اصلا، بس باكلها. بس يعني اقصد انه الكميه اللي هنستهلكها في خلال شهر رمضان هتكون بسيطه جدا جدا. انا كنت اشتري ربع كيلو فول وادمسه واجيب له عدس واحطه مش عارف قد ايه على النار، ومش عشان ايه؟ عشان ربع كيلو. فانا العلبتين دول هيقعدوا معايا شهر رمضان. صدقوني احنا مش بناكل كل يوم فول، وانا ما ينفعش اكله كتير. فبس كده. فسعره كان 34 جنيه، كانوا عرض وعليه 20%، وكان حلو جدا. وجبت اليانسون ده بتاع 5 minutes، جربته حلو جدا كمان. بحب اشرب بالليل مشروبات لما بمنع الاكل، اللي هو اتعشيت وخلاص ما عادش عايزه اكل، فبفضل اشرب في ينسون ونعناع وشاي اخضر. وجبت دي، ويا ريت محدش يبلغ عني. كنت خلاص كنت عايزه البخ بقى فاكل حاجه غلط، فجبتها ورميتها، عملتها باهمال علشان عارفه انها شيء غير صحي بالمره. وجبت هذه الصدمة بقى، للأسف. للأسف والله أحبطت قوي لما روحت. أنا اشتريت توم باودر لأني بحطه في الأكل، هو البصل الباودر، فأنا عندي. فالتوم خلص لأني بستهلكه كتير، فجبت دي. وللأسف أنا ما بصيتش على المكونات من ورا، اللي هو حسيت إنه شيء طبيعي وبديهي إن أنا شارية بودرة توم، هتبقى مكوناتها إيه يعني؟ هتبقى مكوناتها بودرة توم، مش هيبقى فيها أي افتكاسات ولا اختراعات. وللأسف للأسف يعني طلعت إن الماركة دي بتحط في المكونات بتاعتها بودرة التوم ألاقي فيها زيت نخيل. يا مؤمنين، ليه بودرة التوم يبقى فيها زيت نخيل؟ وحاجة تانية محطوطة في كل التوابل بتاعتهم اسمها أحادي جلوتامات صوديوم، وأنا معلوماتي عن هذه المادة إنها مضرة صحيا. طب هعمل إيه؟ أصلا سعر الواحدة من دول تقريبا 28 جنيه، فوالله العظيم كنت مصدومة. اللي هو ليه بودرة توم يبقى ليه المكونات دي؟ انا بقيت بركز الفترة دي كتير. انا عارفة معلش اني برغي في نفس الموضوع، بس انا بقيت بركز في الحاجة اللي باكلها. مش هشتري حاجة غير لما اشوف مكتوب فيها ايه داخل معدتي ايه. فللاسف لقيتهم هما التلاتة كده ومش عارفة اعمل ايه. يعني اكيد مش هرميهم، بس في نفس الوقت مش عارفة. انا جبت بودرة توم الحمد لله، انا ما جبتش حاجات تانية من نفس الماركة، وطبعا مش هشتري منها تاني. ويا ريت يعني يراجعوا نفسهم في ان هما ما ياكلوناش حاجات مضرة بالصحة. جبت توابل برياني وتوابل أرز، اسمه ايه، توابل بروست بارد. قلت بقى عايزة ادلع اكلات رمضان كده، مش عايزة اعمل نفس الحاجات اللي بعملها طول الفترة اللي فاتت. وعادي ان شاء الله، عادي ان شاء الله، خير خير. حطيتهم كده وانا مصابة بالقليل من الاكتئاب، وعادي. واخر حاجة جبتها كانت شوية منظفات. طبعا انا شارية منظفاتي وكل حاجة، بس انا بجيب اللي بينقص. عندي مسحوق الغسيل العادي، بس خلص الكلوريل من عندي، وقلبت الكوكب كله على كلوريل، مش لاقيه لقيت في مكان بعيد جدا كل الموجود كلوركس، وكلوركس طبعا مقاطعة. وكنت عايزة مسحوق غسيل للملابس السوداء، كل الموجود برسيل، وبرسيل طبعا مقاطعة. ولو مش هغسل الهدوم خالص مش شارياه، لا هو ولا اريال، علشان دول عالم زبالة وشركات زبالة وبيشجعوا الكيان الصهيوني. وشايفة لهم فيديوهات على كنت شايفاها على انستجرام تقريبا، وهم رايحين يغسلوا هدوم الجنود الصهاينة. قلت اقسم بالله لو ببلاش ما انا شارياك. المهم معلش دخلت في الموضوع. ادعوا لغزة وخليكم مقاطعين يا اولاد، خسارة تدفعوا فلوس للناس دي. جبت كمان اوكسي طبعا مش مقاطعة، ده 3 كيلو، ولكن هو يعادل 6 كيلو من المسحوق البودر. اوكسي اللي للملابس السوداء ده ريحته ما تحطيش بقى معاه معطر ولا اي حاجه خالص، بيخلي ريحه ده احسن مسحوق استخدمته، حتى احسن من اوكسي اللي هو للملابس العاديه. للملابس السوداء ده ريحته مش طبيعيه، ريحته حلوه جدا جدا جدا. الاسعار على حسب ما انا فاكره، الاوكسي ده كان ب189، الكلوريل اللي هو 2 كيلو ده كان ب27، ده همسح بيه الارضيات والحمام وكده. والكلوريل اللي هو الالوان اللي لونه ازرق ده كانت الازازه ب17 ونص، غالي جدا طبعا. خلصت كل حاجه وحطيت كل حاجه في مكانها، وكنت عايزه اظبط الحاجات دي. انا قلت لكم الجبن دي فايده بقى افكار الترحيل اللي انا كنت بعملها الفتره اللي فاتت. يعني عايزه اقول لكم الجبنه خلاص، بند الجبن خلص من عندي. على رمضان ان شاء الله للسحور ممكن اجيب جبنه رومي، اجيب زبادي. البوادي دي انا كنت شارياها اصلا من شهر مثلا، هي والمربى فمقفولين زي ما هما. الفول ده هحطه برضه، دي حاجات كنت برتب كده البند ده يبقى للسحور بس ان شاء الله. علبتين التونه دول عندي برضو تقريبا بقالهم شهر، بس طبعا لسه فيهم صلاحيه وكده، هشيلهم على جنب. وبس كده خلص الفيديو بتاعي، واستنوا قريب ان شاء الله فيديو جديد. وشكرا جدا ليكم، سلام عليكم.